مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مزار رايحينه بإذن الله رايحين مسجد قباء. مسجد قباء. مسجد قباء ده أول مسجد بني في الإسلام. أول حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أسس مسجد قباء. مسجد قباء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته راكبا أو ماشيا قاصدا قباء وصلى بها بأجر عمره. يعني احنا كده رايحين نعمل عمره، رايحين نعمل عمره في مسجد قباء. ايه السبب اللي خلى مسجد قباء بأجر عمره؟ مين يقول لي؟ مين يقول لي ايه السبب اللي خلى مسجد قباء بأجر عمره؟ ماشي، اول مسجد بني في الاسلام. سبب ده هو نزل فيه القرآن ان هو مسجد اسس على التقوى من اول يوم يذكر فيه رجال يحب ان يتطهرون. ده الآية اللي في سورة التوبة نزلت بكده. السبب اللي خلى مسجد قباء بأجر عمره إعادة إعمار مسجد قباء. إزاي يا عم الحاج؟ هو مسجد قباء ما كانش فيه إعمار ولا فيه أي حاجة؟ ما كانش فيه إعمار ولا كانش فيه أي حاجة. إيه السبب بقى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجد النبوي هنا الصلاة فيه 1000 صلاة، لكن طلب مسجد قباء بصلاة واحدة. فالصحابة بيحبوا طبعا الحسنات الأكتر والحاجات الأكتر، فهجروا مسجد قباء. هجروا مسجد قباء وبدأوا يجوا يصلوا هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم زعل في نفسيته كده، زعلان ازاي مسجد قباء يبقى ما فيش حد يروح يصلي فيه. زي مثلا هنا عندنا انت عندك بيت العيلة. بيت العيلة طبعا كان بيتعمل فيه كل المناسبات بتاع العيلة. المناسبات بتاع العيلة طبعا العيلة كبرت وكل المكان اللي كنت قاعدين فيه ما كانش مستطيع، كل واحد بنى مكان لوحده وبقى عايش في مكان لوحده، وبيت العيلة بقى ايه زي شبه مهجور، واحد بس اللي قاعد فيه وايه وسابه. مش عاوزين ترجعوا هيبة المسجد البيت تاني، تعملوا ايه؟ لازم تعملوا حاجات فيها جديدة، ترمموا، تركبوا فيه تكييفات، تظبط فيه، تخليه تعمل حاجة تحببك ان انت تروح المكان وتفتخر بيه. زي نفس الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال لك اللي يروح يصلي في قباء بأجر عمره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيروح قباء يوم السبت. كان مرة يروح راكب الدبة بتاعته ومرة يروح ماشي، عشان ما تبقاش حاجة يعني الرسول ما كانش بيروح ماشي على طول، لا، مرة يروح ماشي ومرة يروح راكب، عشان اللي عنده دبة يركبها واللي ما عندوش دبة يمشي عادي، ما يبقاش عليه وزر. لان لو كان يروح راكب على طول كان هيبقى الناس هتروح راكبين العربية الدبة بتاعته على طول. لو هيروح ماشي على طول كان الناس هتسيب الدبة بتاعتهم ويروح ده، وهو ما كانش عاوز يعمل مشقة على الناس. فقال لك اللي يروح مسجد قباء بأجر العمرة بإذن الله، وربنا يتقبل منا جميعا. بالنسبة ان شاء الله يا حجاج، النهاردة بعد صلاة العشاء على طول
السيدات هتتجمع عند باب 315. باب 315 هنعمل مزارات داخلية هنا المساجد اللي جنبنا هنا، وهنروح نخش المسجد الحرام في أرقة الروضة. يعني هي نفس الروضة اللي الناس دخلتها، بس هما السيدات ما بتخشش زي الرجالة في الروضة المكان الأساسي، بيخشوا خلفي. يعني انتوا هتصلوا في المكان اللي الناس بتصلي فيه الروضة بردك، اللي الناس حاجزة وبتصلي فيه، هي هتخش تصلي فيه. فهنتجمع، هنعمل مزارات داخلية زي ما عملناها مع الرجالة، وهنروح عند الباب 25 نخش ان شاء الله، تخشوا أرقة الروضة ان شاء الله. اللي حاجز خلاص، عاوز يحضر يجي معانا المزارات اهلا وسهلا، مش عاوز يجي انت اللي حاجز. انت ميعادك الساعة كام؟ 10 الا ربع. انت انصحك يعني الباب اللي هو باب 362 الحاج محمد. نفس الباب اللي احنا رحنا فيه، وهتلاقي بردك مكان اللي انتوا دخلتوا بالابليكيشن هو نفس الباب اللي هيخشوا هم منه الحريم الابليكيشن. ماشي، مفيش مشاكل، احنا مفيش مشاكل. عاوز ابقى اوديكي عادي، مفيش مشاكل. يعني ايه، هتصلي ركعتين بنية الشروق، بنية الضحى، اي ركعة، هما ركعتين 4 ركعات بالكتير قوي، ركعتين تحية مسجد وركعتين الشروق، مش اكتر من كده. وعشان تبقى معرفين الصلاة هنا مش زي اي حاجة. انت ممكن في صلاة كباء انت هتصلي تاخد الاجر العمرة، ما ينفعش تصلي لحد عشان اجر عمره. عرفت المعلومه ان انت ما تنفعش تصلي مثلا لوالدك او لوالدتك، او انا اصلي لحد عشان ياخد اجر العمره. لا، اجر العمره للي جه كباء، اجر العمره للي جه كباء، هو ياخد ثواب الركعتين. وصلت المعلومه؟ يعني احنا يعني اللي نصلي نحاول عشان الزحام، هتلاقي الجو زحمه وهتلاقي الجو. احنا بنقول ان الناس تتوضى هنا ليه؟ عشان الزحام بتاع الوضوء، وبالاخص السيدات بتطلع دورين 3 عشان تجدد وضوءك ولا عشان تتوضى. فالصلاة هي ركعتين تحية مسجد وركعتين نية الشروق او الضحى، زي ما انتوا عاوزين تصلوها ان شاء الله. لان في ناس بتخش تختم قرآن جوه. والله واحدة لقيتها قالت لي، بقول لك اتأخرت ليه؟ قالت لي انا كنت بقرا جزء قرآن. قول لها والله العظيم تقول لي انا قريت جزء قرآن. والله العظيم يا عم الحاج اللي حصل، بتقول لها انت، بتقول لي انا قريت جزء قرآن في ابتدائي، انا نادراها. طب قولي لنا واحنا نبقى عارفين حسابنا، ما نقعدش نلف عليكي. ايوه قلت كده، ما انا قلت لها كده، كنت قلت واحده عشان لما احنا راجعين ناخد. فربنا يتقبل منا ومنكم اجمعين يا رب. وفي برضك مزار جنب مسجد سباق اللي هو بئر أريس او بئر الخاتم. بئر أريس او بئر الخاتم. بئر أريس ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ رجب هيشرح. احنا نروح نتجمع كلنا عند بئر أريس وهيشرح لنا كل حاجة عن بئر أريس ان شاء الله. ده مسجد سباق اللي على الشمال ده يا حجاج، ده مسجد سباق. بص الفلوسات دي كلها داخله، بص الفلوسات دي كلها داخله، خلي بالك.
المياه فوق هناك اهي فوق خالص بتاع السيدات، عشان كده بقول لكم لازم نتوضى اهي السيدات خارجه من الدور، فعشان كده بنقول نتوضى هنا عشان الارتفاع بتاع الناس والناس الكبيره في السن.